عايزين بس نأكد ان مفيش الصفحة الرسمية الوحيدة عشان في صفحات كتيرة. هي الصفحة الوحيدة لحسام 9 حسن، دي الصفحة الرسمية باسم حضرتك، بيديرها مجموعة من محبيك ورابطة محبي التوأم طبعا. عايزين قبل ماتش الزمالك كابتن حسام يقول ايه على الصفحة الرسمية؟ يعني طبعا اكيد انا سعيد ان بالقائمين عليها ناس بتحبنا من قلبها، وانا سعيد بيهم جدا وبشكرهم على تعبهم، والحمد لله يمكن بيمثلوا تمثيل مشرف في الوصول او التواصل مع الناس بطريقه محترمه، ودي ده الاهم. والحمد لله علاقتنا بكل الجمهور كرة القدم في مصر كلها وبره مصر علاقه محترمه مع كل الجماهير المصريه بمختلف انتماءاتها. ده شرف لينا ان احنا وصلنا للحاله دي، واكيد التواصل معاهم حق اصيل للجماهير كلها مع الموقع بتاعنا، وان شاء الله نتواصل دايما في الخير ان شاء الله وفي انتصارات وربنا يوفقنا. قبل ماتش الزمالك بقى كلمة كده لجماهير الاتحاد يعني احنا دايما نادي الاتحاد نادي كبير ليه تاريخ كبير، اكيد طبعا يهمنا ويهم كل الرياضيين في مصر ان الانديه الكبيره اللي هي رموز الكره المصريه ان يكون في متواجده في الدوري الممتاز المصري. نادي الاتحاد طبعا في دوري قوي 20 فريق، بكل بونت بالنسبه لنادي الاتحاد مهم جدا. بنلاعب نادي كبير زي نادي الزمالك. انا سعيد وفخور ان انا لعبت مع نادي الزمالك بعد الفتره اللي لعبتها مع النادي الاهلي كابتن حسام كان ليه سبب فيها في بداية الدوري؟ الحمد لله. يعني انا سعيد ان انا شاركت انا وجهازي في بدايه تنظيم وتكوين فريق من الناحيه الفنيه. دليل الخطه ما اتغيرتش كتير، يعني السيستم اللي بعديه ما حصلش تجديد عليه كتير. الحمد لله. فانا شرفني لان ده حق عليا من لجماهير نادي الزمالك، ان انا كنت زي ما انا جيت من الاردن كنت عايزه ان انا اعد فريق قوي ليه بنادي الزمالك ويكون منظم، وده الحمد لله اللي احنا سعينا وحصل. وان شاء الله ربنا يوفق اي واحد يتولى المسؤوليه الفنيه لنادي الزمالك. ولكن احنا ان شاء الله اللي يهمنا ان احنا نقدم مباراه ايجابيه، نعمل نتيجه ايجابيه وتخلينا تساعد مع ظروف نادي الاتحاد في ظل المنافسه الشرسه بين ال 20 فريق الموجودين. طبعا نادي الزمالك بيتصدر الدوري باريحيه كبيره، فاكيد ظروفه احسن، عنده بدائل كتير. احنا امكانياتنا البشريه محدوده، بنلعب من غير اجانب، كل بونت بيفرق معانا. احنا بنسعى وبنجتهد نأدي مباراه جيده وان شاء الله، ونسعى لربنا. خير يا كابتن، بس عايزين نتكلم في حته بس اخيره، ان اتفهم في تصريحات ان كابتن حسام جدد لنادي الاتحاد، او في شروط وضعتها حضرتك للتجديد. عايزين نوضح الحته دي عشان الامور تكون يعني واضحه لجماهير الاتحاد اكتر. يعني اولا احنا بنشكر طبعا مجلس الاداره وجماهير نادي الاتحاد باسكندريه ان هم عايزين نكونوا متواجدين في نادي كبير زي ما قلت من الانديه الكبيره في اسكندريه، وده يشرفنا. احنا المجلس قعد معانا نقل رغبه الجميع، واحنا طبعا اكيد يشرفنا ان احنا نكون متواجدين. ولكن طبعا مجرد الكلام والقعده اللي كانت موجوده قعده ايجابيه وللتمهيد للرؤيه المستقبليه ان احنا ممكن نكون متواجدين في المرحله اللي جايه. طبعا عشان نكون متواجدين في المرحله اللي جايه طبعا اتكلمنا مع المجلس، لازم يكون في نقاط ايجابيه لصالح اسكندريه ونادي الاتحاد، وهو توافر الامكانيات والعناصر النجاح لنادي الاتحاد نمره واحد، وتاريخ نادي الاتحاد وجماهيره والمجلس ادارته، ثم للجهاز اللي احنا ان شاء الله لو لينا نصيب ان احنا نقعد لازم تكون الامكانيات دي موجوده عشان ما نبقاش بنواجه الناس غلط في الجماهير ان احنا ممكن نبقى متواجدين في مكان يحصل عكس كده، النجاح مش موجوده. فبالتالي الناس متعشمه في بعد ربنا متعشمه فينا ان احنا نعمل فرقه كويسه. فبالتالي عشان نوصل لطموحات جماهير اسكندريه والاتحاد لازم يكون تتوفر عناصر مع الوقت اللي جاي. لو توفرت الامور فطبعا يشرفنا ان احنا نكمل المرحله اللي جايه ان شاء الله. بس الموضوع نمره واحد موجود على عاتق طبعا مجلس الاداره ان هم يوفروا كل الامكانيات اللي تساعدنا وتساعد جماهير نادي الاتحاد يكون عنده فريق قوي. فهيبان طبعا
ان شاء الله بعد مرحله الظروف الدوري ما ينتهي، وخلال المرحله الجايه نادي الاتحاد مجلس الاداره ان هو بيسعى ان هو يشوف الاماكن والمراكز اللي محتاجها نادي الاتحاد في الفتره اللي جايه، ويشوف الناس اللي عقودها انتهت، صفقات جديده، المساحات الماليه للموسم ده، وتحضير الموسم الحته الماديه للموسم الجديد اللي تقدر ان انت تجيب لاعبين انت محتاجهم، ما تعانيش في الموسم، ما حصلش الموسم ده. شكرا يا كابتن حسام، رابطه محبي التوأم، وعلى طول على تواصل كده على الفيسبوك ان شاء الله. حبيبي نورتوني وانا سعيد بوجودكم.